السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات مريومة لريجيم بدون تكاليف. لكن اليوم عندنا موضوع جديد. اليوم حبيت نحكي لكم حكايه نتاع وحده دارت عمليه تكميم المعده. كما راكم تشوفوا هذه تيس فقدت 71 كيلوغرام من الوزن ديالها، صح بعمليه تكميم المعده. لكن المغزى من الفيديو تاع اليوم هو اولا رايحين نهضروا علاش دارت هذه العمليه، علاش خلات روحها الوزن تاعها يزيد قدن هكا، وهل التصرف اللي دارته صحيح ولا لا. وفوقها بعد عمليه تكميم معده اللي نقصت بها 71 كيلوغرام من الوزن الزائد، الجلد اللي كان فيها وين راح؟ هذا الجلد وين دارته؟ ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يعجبكم، تابعوه للاخير. وعندي بزاف راني وجدت لكم فيديوهات فيهم حكايات ناجحه وحكايات فاشله للاسف. الحكايه نتاع تيس اللي في عمرها دركا 21 سنه لما دارت هذا الفيديو، هي مواطنه امريكيه تسكن في احدى الولايات الامريكيه. الوزن تاعها ملي كانت صغيره وهو في زياده، نقدروا نقولوا ملي خلقت ملي نزادت والوزن تاعها زايد، وبقى غير يزيد يزيد يزيد. في الطفوله تاعها عانات بزاف من التنمر، سواء من نتاجها رفيقاتها رفقائها زملائها في المدرسه، ولا حتى من الكبار، حتى الاساتذه للاسف والناس اللي تعرفهم وهم كبار في العمر. الدنيا والعالم هذا ما يرحمش. الانسان كما يقولوا ماشي على طرف الحيط ولا حقينه، يا وين لما تزيدي لهم انتيا السبه باش يهضروا. المهم تيس كما قلت لكم ملي كانت صغيره الوزن تاعها ديما زايد. شوفوا لهنايا البنات كان العمر تاعها ما يديباسيش 6 سنين، لكن الوزن تاعها كان ديجا فايت 70 كيلو، والوزن تاعها بقى غير يزيد 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 رغم المحاولات المتعدده في انها دير ريجيم. والديها كانوا ديما معاها وديما يدوها عند مختصين تاع التغذيه، ويحاولوا انه ينقصوا عليها الماكله، يخبوا عليها الماكله، يجبروها انها دير تمارين رياضيه. لكن والو، الوزن تاعها ما حبش كامل يفهم روحه، ما حبش يحشم، غير يزيد. لو كان نقول لكم باللي تيس تحولت لها هكذا، شوفوا كيفاش مسكينه، بزاف 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 الوزن تاعها بقى غير يزيد. في عام 2015 تيس كان في عمرها 17 سنه، ثماك تم التشخيص تاعها انه كان عندها خلل هرموني. قبل سن 15 كامل ما كانوش عارفين السبب اللي كان يؤدي بها الى زياده في الوزن، رغم الالتزام، رغم الرياضه، رغم الرجيم، رغم المتابعه. لكن للاسف كانت عندهم واحد العقليه اللي تابعوها هذاك الوقت، انه مازالها صغيره، ما كانش عندها خلل هرموني. باش تعرفوا باللي المشاكل هذو ماشي غير في بلادنا، ما تقولوش باللي لو كان جيت في الخارج ما يصراش فيا هكذا. هذو المشاكل والاخطاء الطبيه كاين في كامل العالم. الطفله عندها خلل هرموني وهما يديروا لها في الرجيم القاسي، في عوض ما يداويو لها هذاك الخلل الهرموني اللي كان مداير لها تكيسات عجيبه وبزاف كبيره في المبايض ديالها. كي لحقت 15 سنه تيس لحق الوزن تاعها 157 كيلو. كي لحقت 17 سنه تيس الوزن تاعها 157 كيلو، الوغ كو ماهيش طويله بزاف، الطول تاعها ما كانش يتعدى متر 65 ولا. الوزن هذاك ماشي غير دار لها التنمر من بعد في المرحله الثانويه، وين البنات يلبسوا ويخرجوا ويروحوا للحفلات، خاصه انه هما كما قلت لكم في مجتمع اخر ماشي مجتمع مسلم، عندهم الحفلات، عندهم الصداقات. تيس مسكينه كانت عايشه في قوقعه، ديما مخبيه روحها، ما تخرج، ما تحوس، ما تحضر حفلات مع الزميلات ديالها، خوفا من الكلام تاع الناس. بصح كي لحقت للجامعه كانت مضطره انه تندمج مع المجتمع، وللاسف لما دخلت للجامعه الوزن تاعها كان يفوت 160 كيلو. وفي الجامعه
ما قدرتش تقعد في الكراسي المخصصة في المدرجات، ما كفاهاش الكرسي. ثماك تيس قررت انها تتغير. هنايا باش نقول لكم باللي كل واحد عنده سبب للتغيير، كل واحد عنده حاجة نغزاتو خلاتو انه يقرر يتغير. خممي في حياتك تلقاي كاش مرة كاش وحدة قالت لك كاش كلام، ولا كاش واحد خزر فيك خزرة ماشي مليحة، مول حانوت وحدي تشري عنده شافك هكا بنص عين وقال لك ما عنديش المقاسات الكبيرة، ولا كاش واحد لوستك كنتي رايحة للعرس وما عندكش طوموبيل وشاف فيك خزرة ماشي مليحة باللي ما نقدرش نديك معايا في الطوموبيل تاعي، ما كاش بلاصة. هادو الامور اللي انا نسميهم النغزة، هادو الامور اللي تخليك انك تتغيري. إبانتيس بسبب الكرسي تاع الجامعة اللي قررت تتغير، كامل واش جاز عليها نورمال، بصح كي ما قدرتش تقعد في المدرج في الجامعة ثماك قالت سي بون. بحثت عن الأسباب، لقات مختص وعرفت الحالة ديالها، عالجت المشكل الأول اللي هو الهرمونات والتكيسات. ديجا الوزن تاعها بدا يهبط، نقصت 18 كيلو. من بعد قررت انها تخضع لعملية جراحية اللي هي تكميم المعدة. انا ضد هذه العملية الا في الحالات المستعصية. تيس دارت العملية تاع تكميم المعدة، الحمد لله خرجت منها سلامات وتغير الشكل تاعها تغير جذري. شوفوا لي لهنايا في هذه الصور كيفاش تبدلت تيس. لكن المشكل كان عندها وزن زايد بزاف، وبالتالي لما نقساته بواسطة عملية جراحية ماشي بواسطة رياضة لشد الترهلات، الجسم تاعها ترهل، الجلد تاعها تجعد. على هذه كانت مضطرة انه تزيد دير عملية اخرى، ماشي عملية واحدة، عدة عمليات باش قدروا يتخلصوا من كمية هذاك الجلد اللي كان عندها ممدد. تيس الحمد لله سلكت من العملية الأولى تاع التكميم بدون مضاعفات، سلكت من العملية الثانية بدون مضاعفات واللي هي نزع الجلد الزائد. لكن ما يخفالكمش باللي هاد العمليات بزاف واعرين، وبزاف ناس ما يسلكوش منهم، كيما مثلا هاد السيدة اللي فقدت حياتها بعد محاولة لانها دير عملية تكميم المعدة. القلب تاعها ما قدرش يصبر، ما حملش القلب نتاعها التخدير، على خاطر بسبب الوزن نتاعها الكبير بزاف كانوا مضطرين انهم يديروا لها كميه كبيره من المخدر، من الانستيزي اللي ما ناضتش بعده وخلات بناتها يتامى. وزيد بزاف الحكايات تاع الناس للاسف اللي ماتوا بسبب هاد العمليات. على هذيك نروحوا ونقولوا الاعتدال في الاكل، التوازن الغذائي، الرياضه هما الحل للوصول الى الوزن المثالي. حتى والمشوار يكون طويل شويه لازم شويه صبر، بصح باذن الله الانسان لما يبدا الخطوه الاولى يوصل ان شاء الله. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم عجبكم، خلوا لي في التعليقات الراي ديالكم. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.